The gift of kindness you've given me and the courage I've given you will remain with us, and that will forever bind us together. سلسلة أنمي بتتذاع في أوائل الألفينات بستايل مش شبه أي حاجة موجودة وقتها، بتحقق نجاح ساحق بالتزامن مع لعبة ورق بتكتسح العالم كله وبتبقى معشوقة كل الأعمار، ده غير طبعا الفيديو جيمز اللي بتنزل على كل المنصات. إيه اللي بدأ كل ده؟ ومين العقلية اللي كانت ورا الفكرة العبقرية دي؟ يوجي، المانجا اللي كتبها ورسمها المبدع كازوكي تاكاهاشي، رحلة نجاح جميلة تستحق إننا نقف عند محطتها بشيء من التأمل. أنا أحمد زكريا، ودي حلقة جديدة من الكبسولة. كازوكي تاكاهاشي اتولد يوم 4 أكتوبر 1961. في طفولته كان بيحب الرسم والألعاب، وكان دايما شايف إن اللاعب مهما كانت شخصيته ممكن يكون بطل قصة. الفكرة دي هتفضل لازقة في دماغ كازوكي لبقية عمره، واللي هتأسس بعد كده لنجاحه الكبير. صحيح إنه كان بيعاني من التنمر والإهانة سواء من أساتذته أو زمايله بسبب مستواه الدراسي، لكن ده عمره ما خلاه يسيب حلمه في إنه يبقى فنان مانجا. لما بيتم 19 سنة بيحط رجله على أول الطريق من خلال الفوز في المسابقة اللي بتنظمها مجلة شونين جامب، واللي بيكافح بعدها عشان يطلع بفكرة كويسة لقصة تلفت انتباه الناشرين. وفي سنة 1990 بيتم نشر أول أعماله بعنوان باتل بول، واللي بتحكي قصة إيكيما الفضائي الخارق اللي حبيبته بتسيبه، فبيقرر يكون أشهر منها عشان ترجع له، وعشان كده بينضم لفريق الباتل بول وبيبقى هو العضو الخارق بتاعهم اللي بينافس خصومه الفضائيين على لقب البطولة. بعد نشر باتل بول بسنة، كازوكي بيعمل تنسوكو دانشي بوراي، واللي بتحكي قصة بوراي الغير موثوق فيه، واللي بيستخدم بنيته الجسدية القوية عشان يكسب فلوس من خلال شغله كقاتل مأجور. لكنه بعد ما بيحب واحدة من راهبات كنيسة على وشك الانهيار، بيستخدم قوته في إنقاذ الكنيسة من خلال عمله كمصارع محترف. السلسلتين دول أعمارهم كانت قصيرة، وتاكاهاشي كان عايز يعمل حاجة كبيرة، لكن كل السلاسل الكبيرة وقتها كانت عبارة عن مانجا قتالية، وكان حاسس إن كل قصة ممكن تتحكي في النوع ده اتحكت خلاص، فإزاي ممكن يعمل حاجة أصلية وفي نفس الوقت تقدر تنافس؟ في النهاية قرر إنه هيعمل مانجا قتالية مع اختلاف بسيط، وهو إن الشخصيات مش هتضرب بعض، لكنهم هيتقاتلوا بطريقة مختلفة. إيه الطريقة دي؟ حل اللغز ده كان صعب في البداية، لكن أول ما جت في باله كلمة لعبة اللغز اتحل لوحده، فعمل مانجا بتتمحور حوالين حبه للألعاب وحوالين فكرة إن أي حد ممكن يكون بطل في الألعاب دي. ده اللي ألهم بطل قصته، ولد مظهره طفولي وضعيف، لكنه أول ما بيخش في لعبة بيتحول لشخص مختلف واثق وقادر يكسب في أي لعبة. كازوكي حب كمان إن الصداقة تكون هي المحور الأساسي للسلسلة بتاعته، لكن كل قصة محتاجة فيلن كويس، وعشان الفيلن ده يكون موجود كازوكي راجع بذاكرته القصة سمعها قبل كده عن لاعب ورق مغرور بيتفشخر بالمجموعة بتاعته وبيسحق اللعيبة الجداد. الشخص ده هيكون هو الملهم لشخصية سيتو كايبا. لما كل العناصر دي اتجمعت سوا طلعت لنا مانجا يوجي. القصة بتركز على لعبة جديدة كل فصل بقواعد وعقوبات مختلفة، واللي تم تحويلها بعد كده لموسم أنمي مش معروف لناس كتير اسمه الموسم 0. لكن في واحد من الفصول دي الشخصيات بتلعب لعبة ورق اسمها ماجيك اند ويزردز، واللي كان المفروض انها تبقى قصة واحدة صغيرة، لكن الفكرة الصغيرة دي على وشك انها تغير حياة كازوكي تاكاهاشي للأبد. بعد ظهور الفصل ده لأول مرة، شونين جامب استقبلت آلاف الرسائل من ناس بتسأل عن لعبة الورق دي ويقدروا يشتروا الكروت بتاعتها منين. الاهتمام المهول ده شجع تاكاهاشي على خطوة في منتهى الجرأة، وهي انه يهد كل اللي فات ويبدأ السلسلة بتاعته من أول وجديد، مع التركيز على عالم بيتمحور حوالين لعبة الورق دي اللي هيتغير اسمها بعد كده لدول مونسترز، مبارزة الوحوش. ومن هنا بتتولد الظاهرة العالمية اللي اسمها يوجي. شركة بانداي بتعمل أول مجموعة من ورق يوجي، لحد ما بتتسلم شركة كونامي المعروفة منها الراية وبتنشر الورق في العالم كله. المانجا بتتوسع وبتحصل على أنمي وأفلام وألعاب وبطولات وحاجات تانية كتير. التقديرات بتقول إن يوجي كبراند قيمته بتساوي تقريبا 20 مليار دولار، واللي بتحطه في المركز 23 في قائمة الميديا فرانشايز صاحبة الإيرادات الأعلى في العالم.
كازوكي تاكاهاشي بيفضل مرتبط بالبراند اللي ابتدعه على مر السنين من خلال الإشراف على قصص وكروت جديدة من وقت للتاني. يمكن كان آخرهم مساهمته في الفيلم اللي بيحتفل بالذكرى ال20 ليوجي وهو دارك سايد اوف دايمنشنز، واللي كازوكي ما كانش بس المنتج التنفيذي للفيلم لكنه كمان رسم بإيده مشهدين مميزين جدا فيه. واضح قد إيه كازوكي مستمتع بشغله وبالحاجة اللي هو أبدعها، وده بنشوفه في بيته اللي مليان تذكارات وأكشن فيجرز من السلسلة. الموضوع واصل لدرجة إنه حتى كلبه معمول ورقة هو اللي رسمها بنفسه. يوجي بتتخطى كونها مانجا، أنمي أو لعبة ورق، لكنها بتتحول لثقافة، طريقة عشان الناس تتقابل وتشارك هواياتها وتستمتع بوقتها. بكل أسف يوم 6 يوليو 2022 بيرحل كازوكي تاكاهاشي عن عالمنا. مواقع الأخبار بتقول إنه مات غرقان في محاولة لإنقاذ 3 تانيين. صحيح إن قصته انتهت هنا، لكن الإرث اللي بناه والمتعة اللي نقلها للناس من خلال شغله هتفضل عايشة طول العمر. وبس كده، ما تنسوش اللايك لو عجبتكم الحلقة، وقولوا لي رأيكم في الكومنتس. شايفين السلسلة لسه محافظة على مستواها، ولا رأيكم إيه في المواسم الأخيرة اللي نزلت؟ وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.